السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بتاريخ 21/4/2024. النهاردة أول يوم نقوله نزلت فيه الأسعار رسميا من بعض الشركات. هي شركة واحدة بصراحة اللي نزلت السعر النهاردة، وهقول لكم على كذا شركة في اليومين اللي جايين دول هتنزل الأسعار برضه. تمام، عندنا بدأنا بشركة عطف الشاشات، نزلت الأسعار ما يعادل 15%. مش بالرقم الكبير بس برضه كويس اللي هي نزلت أسعار في الفترة دي. يعني مثلا ال 32 بوصة النهاردة في القطاعي هتتباع ب5000 جنيه. تمام، وممكن يتعمل على عروض ب4900. ال 43 مثلا العادة ب8000، وهكذا بالتوالي. فيها لغاية 65 بوصة طبعا بحوالي 17350. دي ده أعلى سعر فيها في لستة عطل الشاشات مثلا. بقية الشركات اللي هتنزل بالتوالي هتبقى جاك طبعا، جاك وبلاك اند وايت وهكذا. طب التلاجات في حاجة نزلت فيها، يونيون اير نزلت، عملت بعض العروض على الدي فروست، هننزلوها في الفترة اللي جاية برضه، وعلى الله التسهيل. يعني سريعا كده، مثلا اخر تحديثات التلاجات اليونيون الدي فروست اللي نزل عليها عروض كانت 12 و 14 قدم. ال 12 قدم بإذن الله بسعر 12200، وال 14 قدم اللي هي 350 لتر بسعر 13600. اي سؤال عند حضراتكم، اي استفسار، في خدمتكم ومستعد للرد على اي استفسار باذن الله في الكومنتات. شكرا لحضراتكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله. مش اي حد عنده الجرأة يعمل الكلام ده. شركة عطا نزلت الاسعار النهارده، نزلت لستة رسمي بنزول الاسعار النهارده. تمام، التاجر اللي هتمسك بقى بالسعر القديم يقول لك مش هخسر، هو حر. لما الاسعار زادت هو كان عنده بالسعر القديم زود وقال لا انا مالي. النهارده يا فندم احنا بنخسر في الاجهزه عشان الاسعار فعلي نزلت. فالشاشه ال 32 ب 4950 لسته، 4950 لسته 32 عاده. تمام، الفيو 43 سمارت ب 9600، 43 سمارت اندرويد واي فاي، فدخول كابل لان طبعا، شغل كل المداخل الفي جي اي وهكذا. 9600 43 عاده، 43 عاده ب 8100. تمام، الستار فيجن ال 40 بوصه سمارت ب 8000 جنيه. تحت امر حضراتكم في اي استفسار. الاسعار نزلت يا فندم، والشركه اللي هتنزل سعر احنا هننزل حتى لو البضاعه احنا عندنا غاليه. تحت امر حضراتكم في